هذيا يا سيدي مرقز اكسبريس من غير ما تبقى تغسل في كالمسارن وساعه وانت تعبي فيهم. اصلا هما اكوسا ساخي غير كالمسارن. وزدتكم معاهم الغسيت نتاع خبز اللي ساندويتش. اول حاجه حطيت 500 غرام لحم العلوش ومعاه 100 غرام شحم. حطينا لفاحات ومعاهم بصله. البصله راهي سر باش يجيكم المرقاز طري ومش يابس. حطيت معاهم مغرفه هريسه حاره من البيسري فاطمه. هكا كان الميلانج نتاعنا. توا ما بقى كان زيتي ديتي ونبدا نشكل فيهم على شكل المرقاز تو سامبلومون. كملت حضرتهم الكل. توا على مقله حطيت فيه شويه زيت جوست دهنت بها وخليتهم يطيبوا. بالنسبه للخبز نتاعنا كيس ماء دافي مع كيس حليب دافي، 2 مغارف سكر وخميره باش نخليهم يتفاعلوا لمده 15 دقيقه. وبعد نزيد عليهم نص كيس زيت زيتونه، الملح، حكه كريم فريش معناها كريمه طازجه. نحركوهم ونزيدوا عليهم الكونتيتي نتاع الفرينه نتاعنا ونعجنوهم شويه ونخليهم يخمروا لمده ساعه. كورتهم على شكل هكا، خليتهم يرتاحوا درجين وبعد على اعلى درجه في الفور حطيتهم يطيبوا. وهكا كانت خبيزاتنا حاضرين يجوك مطريين مش نورمال. بديت نعمل في الساندويتش نتاعي اللي بالمرقاز. سامحوني لازم يكون كسكروت مرقاز مش ساندويتش.